هددته الجماعة بإنهاء حياته فذهب إلى أسيوط معقلهم لعرض مسرحيته. كان مقربا من مبارك لدرجة احتمل عندها الرئيس أعماله الفنية. ذهب للقاء علاء وجمال، ولما تأخروا لم يقبل بانتظارهم. أبكى أحمد زكي وتعمد مضايقته، وتلقى هجوما حادا من نجلاء فتحي ومريم فخر الدين. زعيم الفن ورائد الكوميديا الفنان عادل إمام. عرف الفنان الكبير كيف يوظف الفن والكوميديا لإيصال رسائل بعينها ارتآها البعض سياسية خدمت على النظام أكثر مما هاجمته. ليعد عادل إمام من المحسوبين على نظام مبارك ورجاله، وهو ما برز في أهم أفلامه الإرهابي، طيور الظلام، أيضا عمارة يعقوبيان. وتوطدت العلاقة بين الزعيم والرئيس حتى إذا ما احتاج الفنان إلى تمرير أحد أفلامه من الرقابة كان يلجأ لمبارك لتمرير أفلامه من حبيبي العدلي، والذي تعمد إيقاف فيلم عريس من جهة أمنية. ليخرج دكتور مصطفى الفقي سكرتير مبارك ويؤكد تعمد الرئيس الأسبق التقرب من عادل إمام، كونه كان يرى فيه آلية فنية وقوة ناعمة كفيلة بتوجيه الرأي العام. وينوه الفقي أيضا إلى أن الفنان لم يكن يوما من الفلول. ويذكر أن جمال وعلاء مبارك طلب لقاء الزعيم، وبالفعل تم تحديد الميعاد. وخلال اللقاء انتظر عادل إمام نجلة مبارك، ولما تأخر عليه هم بالانصراف ليتم تدارك الموقف من قبل السكرتارية، ومن ثم إتمام اللقاء، ما دل على خلفيات وشخصية الزعيم وتعاملاته مع السلطة. واعتبرت مسرحية الزعيم أقوى أعمال الفنان، حتى إنه كان يتسلح بها في مواجهة أي ادعاءات متعلقة بتواطؤه مع السلطة، وكان يقول: أنا واحد من أبناء الشعب ولا يمكن أن أسكت على الخطأ. وحدث أن هددت الجماعة الزعيم بإنهاء حياته على خلفية أحد أبرز أفلامه الإرهابي، فلم يكن من الفنان سوى الذهاب إلى محافظة أسيوط معقل الجماعة لعرض أهم أعماله. وعلى عكس المتوقع وعلى خلفية العداء بين الزعيم والجماعة، فإن ابنة الزعيم ارتبطت بنجل نبيل مقبل أبرز قيادات التنظيم، ما اعتبر مهادنة من الزعيم للجماعة. وهاجمت الفنانة القديرة مريم فخر الدين الزعيم عادل إمام معترضة: إن كان هو الزعيم فماذا عن بقية الفنانين؟ وحينما جاوبوها بالإشارة إلى مسرحية الزعيم وأصداؤها، أشارت إلى مسرحية الواد سيد الشغال وقالت: يبقوا يسموه الواد سيد. في ظهور نادر انتقدت الزعيم الفنانة نجلاء فتحي متهم الفنان بمهاجمته للثورة كونه بكى على مبارك، فيرى الزعيم أن في النظام بعض الأخطاء تحتاج الإصلاح وليس الإزاحة، لكنه تراجع عبر تصريحاته مشيرا إلى عدم معرفته بهذا الحجم من الفساد. وعرف عن الزعيم إنسانيته ورقيه مع زملائه، إلا أن مواقفه مع بعض الفنانين لم تكن الأفضل، خصوصا مواقفه مع الفنان أحمد زكي، وهو ما برز خلال تصوير مسرحية مدرسة المشاغبين، حتى أن الأخير بكى منهارا ذات مرة من الزعيم، تحديدا عندما تمكن عادل إمام من تصوير فيلم حب في الزنزانة، والذي كان مرشحا لبطولته أحمد زكي والفنانة فردوس عبد الحميد بدلا عن الزعيم والفنانة سعاد حسني. إلا أن كواليس مدرسة المشاغبين حملت مضايقات حقيقية من الفريق كله تجاه الإمبراطور ومعالي الوزير، لدرجة تعمدوا عندها حذف اسمه أكثر من مرة من الأفيش. أيضا التركيز على ظروفه المادية والتي لم تكن الأفضل وقتها. ووصل الخلاف بين الفنانين في فترة مرض أحمد زكي أن الزعيم تعمد الحديث عن تداعيات المرض وهو يعلم جيدا مدى تألم زكي. والسؤال: هل الغيرة والمنافسة بالعمل كفيلة أن تغيرنا وتبعدنا عن قيمنا؟ معظم المعلومات والتي تمت الاستعانة بها جاءت في كتاب إمام وزعيم للدكتور محمد الباز، كتاب سياسة عادل إمام، رسائل من المولى للكاتب أحمد يوسف، أرشيف جريدة المصور، تصريحات دكتور مصطفى الفقي في لقاءات تلفزيونية، تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي لمنصات إعلامية خليجية. لديكم أي معلومات عن الزعيم وأعماله الفنية بإمكانكم ذكرها في التعليقات. أما لديكم أي قضايا أو موضوعات تودون إثارتها بإمكانكم أيضا ذكرها في التعليقات.